هاي بنات. إيه الأخبار؟ قررت إن شاء الله نبدأ سلسلة مع بعض، قعدة بنات. نتكلم عن كل حاجة تخصنا كبنات. إيه النهاردة إن شاء الله موضوع إزاي لما اختار نفسي الحياة هتختارني. أول حاجة علشان أبدأ مع نفسي رحلة تغيير للأفضل إن شاء الله، قوي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. مهما كنتي واصلة لمرحلة ايه لازم تقوي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. صلي ثم صلي ثم صلي، وما تسيبيش الصلاة ابدا. آه مهما كنتي فعلى ايه ما تسيبيش الصلاة، لان الصلاة الامر الوحيد اللي في يومك بيحسسك انك انتي مع الله سبحانه وتعالى طول الوقت. الله معاكي. ما تنشغليش عن الصلاة، ما تقوليش اني انا في مكان بره مش هعرف اني اجيب حاجة اصلي. لا، ان شاء الله دوري على مكان للصلاة ينفع، وان شاء الله ما تفوتكيش صلاتك، ما تراكميش. ما تقوليش مثلا انا في ذنوب كتيرة ومش هينفع برضو. لا، الله سبحانه وتعالى بيفرح بقدوم العبد اليه. الله سبحانه وتعالى حنين قوي قوي علينا. فاتصلي بالله سبحانه وتعالى حتى لو ما كنتيش حاسة بالصلاة، بس برضو صلي. ده اللي هيبدأ معانا يا بنات. هيبدأ بيومك، هتحسي بفرق، هتحسي بكل حاجة حلوة ان شاء الله. تاني حاجة، كل اللي هتكتبيه هو جايلك. كل حاجة هتكتبيها بطريقة عالية، يعني بطريقة إيمان عالي، بطريقة شعور عميق، انه ليكي، انه بصي الحاجة دي هتجيلك، ففعلا هتتحرك ليكي بيقين وأمل كبير في الله سبحانه وتعالى. هتجيكي. السر مش في الهدف، السر في طريقة كتابتك للهدف. ازاي انا بكتب الهدف بيقين ان الحاجة دي جاية فهتيجي. ازاي تكوني نفسك، يعني اعمل ايه عشان اكون نفسي؟ ابدا من جديد. كل ما اقع افتح صفحه جديده مع نفسي وابدا من جديد. مهما كان انا عامله ايه، مهما كان انا في وضع عامل ازاي، انا واقفه في مكاني، انا مش بتحرك، لا، ابدأي من جديد. ابدأي من جديد لانك انت تستاهلي تكوني افضل نسخة من نفسك. انت تستاهلي انك تكوني احلى حاجة حابة تبقى عليها. انت تستاهلي حاجة زي كده. ابدأي بغرفتك، نظفي غرفتك. ارمي كل حاجة مش شبهك، نظفي أدراكك المكركبة اللي كل مرة نقول هننضفها ومش بننضفها. نظفيها، خلي المكان يتنفس زيك، خلي المكان بشخصيتك، حطي لمساتك في كل حاجة موجودة هناك. نظفي يومك من العادات اللي بتسرق وقتك. اصنعي لنفسك روتين بسيط يليق بيكي ويستثمر في شخصيتك. يعني انا هصنع لنفسي حاجة تبسطني. انا يوميا هكون لنفسي سند. جيبي الكوفي بتاعك، جيبي المشروب المفضل ليكي. ابدأي يومك بكلام ايجابي عن نفسك، واعملي روتين صحي لنفسك. استثمري في شخصيتك، كل ما تستثمري في شخصيتك كل ما ده بيقويكي. رتبي علاقاتك، اقطعي اللي يستنزف طاقتك، وقربي من اللي بيفهموكي وبيكونوا شبهك. ما تستنزفيش طاقتك في مواضيع وفي علاقات مفيش منها فايدة، بتجيب لك تعب، بتحسسك انك انتي اقل. لا، اقطع مباشرة. مش هنموت لو ما كناش بلا علاقات، بالعكس ده هنكون صحيين نفسيا اكتر. امشي مشوار جديد، حطي قائمة أهداف جديدة حتى لو كانت صغيرة، حتى لو كل يوم هدف واحد بس لازم تمشي عليه. ابدأي وحطي لنفسك خطوات امشي عليها. كوني افضل نسخة من امبارح، وقارني نفسك بامبارح بشخصيتك قبل كده، بشخصيتك قبل سنة. ما تقارنيش نفسك بحد ابدا، لان انتي شخصية واحدة، انتي نسخة واحدة بس. انتي بكل حاجة فيكي، بمميزاتك بعيوبك بكل حاجة، نسخة واحدة بس مفيش زيكي. افتخري بالنسخة اللي انتي عليها دي، حبيها وقدريها. قدري نفسك. لما تقدري نفسك وتحسي بقيمتك وتحسي بكل حاجة انك انت تستحقيها، ساعتها بتجذبي لنفسك ناس شبهك، ناس بتقدرك، ناس بتحترمك. لكن لو انت من جواكي حاسة ان انا لا مش هقدر، انا مستاهلش، بتجذبي لنفسك ناس بتقلل منك. اتعلمي مهارة ضبط اللسان، اللي هو انا مش هتكلم
على عمال على البطال، انا مش هتكلم عشان املي فراغ الناس ساكته فانا اللي هملى الفراغ ده، لا، ما تعمليش نفسك اضحوكه في المواضيع. بالعكس، انا لما بيطلب مني سؤال برد عليه. آه انا بعرف امتى ابدا الكلام وامتى انهيه. مش لازم كل الناس تبقى عارفه عنك كل حاجه، مش لازم كل الناس تبقى عارفه انك انت عملتي إيه امبارح وكل تفصيله في يومك. لا، خليكي شخصيه غامضه شويه، خليكي شخصيه الناس حابه تعرف عنك اكتر، بس انت ما تعرفيش. انت اسمعي، خليكي مستمع جيد، مش انك انت بتفضي كل اللي جواكي، لا بالعكس، استمع جيد. اكون معرفه حاجات عامه، مش حاجات خاصه قوي عني، لا. ما تعيشيش دور الضحيه مهما كان اللي ظلموكي، او اللي انت فعلا حاسه دلوقتي ان انا في دور الضحيه. اطلعي من الدور ده، اطلعي من الدور ده، لانك مهما قعدتي فيه برضو مش هيحصل جديد في حياتك. فليه اضيع وقت وانا عايشه دور الضحيه؟ مفيش حد هيبقى حنين عليكي قدك، ومفيش حد هيهمه راحته قدك. نفسك دي هي اللي عاشت معاكي كل حاجة، فهي اللي تستاهل انك تحبيها وتقدريها، متستنيش الاهتمام من حد. خدي الاهتمام من نفسك، انت اللي اهتمي بنفسك، انت اللي اعملي لها اللي هي عايزاه، انت اللي فرحيها، جيبي لها حاجه تفرحها، اهتمي بيها، ريحيها. وزي ما الاسطوره بتقول، حدودك مش رفاهيه، وما تسمحيش لحد يتعداها. فعلا حطي حدود لكل حاجه في حياتك، ما تسمحيش لحد يقلل منك، وما تسمحيش لحد انه يتجاوز حدوده معاكي. بالعكس، وقفيه، ما تسمحيش لحد انه يتعداها ابدا. وما تتكلميش مع حد ابدا عن نقاط ضعفك مهما كان هو مين، عشان هيمر الوقت وهيستغلوها ضدك، وساعتها هتندمي بجد. ما تخليش حد يعرف اي نقاط ضعف عنك. ابقي على طول الشخصية القوية قدامهم، ابقي على طول الشخصية اللي لا، انا الحمد لله ما عنديش نقاط ضعف، لا، انا قادرة، انا قادره اني اكون قويه، انا قادره اني ادي الحب الكافي لنفسي، انا قادره اني اقدر نفسي، انا قادره اني ما احطش نفسي في مواقف اني بعد ما اروح البيت ازعل انا ليه ما عرفتش اتصرف مثلا في الموقف الفلاني. لا، ما اخليهاش اصلا تتحط في المواقف دي. انا اكون واعيه انا بعمل ايه كويس، انا اكون واعيه اني انا اديها الاهتمام والحب اللي عايزاه، وما استناش حد يديهوني، عشان ما بقاش متعلقه باي حد هو اللي محدد قيمتي، وهو اللي بيقدر انا مين وبعمل ايه وهمشي على رايه. لا لا، انا ليا شخصيه مستقله، انا ليا حياه، انا قادره اني اعمل اللي نفسي اوصل له، انا قادره اني اكون الشخصيه اللي نفسي اوصل لها. ابدأي، وكل ما تقعي ابدأي من جديد، وكل يوم هو بدايه جديده وفرصه جديده لنفسك، فرصة جديدة تفهمي نفسك، فرصة جديدة تثقي في نفسك اكتر، فرصة جديدة لكل حاجة في حياتك. ابدأي من اول وجديد، كل ما تقعي ابدأي. ما تيأسيش ابدا منك، ما تيأسيش ابدا من نفسك، لانها هي حاربت معاكي وعفرت، وهي اللي موصلاكي للمكانة اللي انت فيها دلوقتي. مهما كان، حاولي انك دايما تكوني الافضل، ما